اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم وعلى الامه الاسلاميه اجمعين يا رب العالمين. للي ما يعرفنيش لسه، انا مروه، خبير اجتماعي استشاري اسري، ودي قناتي بناقش فيها كل المواضيع الاجتماعيه الخاصه بالبيت والاسره والاولاد، ولاي استشاره اسريه تواصلوا معايا على رابط الانستجرام هتلاقوه في وصف الفيديو. النهارده يا اصدقائي هتكلم معاكم على البيت في رمضان. طبعا رمضان شهر عبادة وشهر كله خير وبركة على الناس أجمعين يا رب العالمين. مش عايزين نفوت فرصة أو نضيع وقت علشان خاطر طبعا الوقت فيه أو العبادة فيه بأضعاف مضاعفة من الأيام العادية. علشان خاطر كده احنا نرتب وقتنا من الأول. طبعا احنا بعد ما نظفنا البيت طبعا وجهزنا كل حاجة ورتبنا كل حاجة، جه وقت بقى ان احنا ننظم يومنا، نشوف ايه اللي ممكن نعمله في اليوم علشان خاطر نستفاد باكبر وقت ممكن من الوقت وما نضيعوش على الفاضي، لان طبعا شهر رمضان شهر خير وبركة وفيه العبادة اضعاف مضاعفة من الايام العادية. طبعا يا اصدقائي البيت في رمضان او قبل دخول رمضان كل عيلة بتجهز نفسها على استقبال الشهر دوت. وقبل اي حاجة طبعا لازم تكون البيت نظيف، لازم يكون البيت نظيف جدا طبعا، ونظافة من اللي هي نظافة عميقة، مش نظافة من على الوش بس، لا، البيت لازم يكون متنظف نظافة عميقة جدا، بحيث ان مفيش وقت في شهر رمضان واحنا طبعا بعد شهر رمضان داخلين على عيد انه يبقى التنظيف ده تنظيف عميق. لا، لازم يكون التنظيف عميق جدا. تمام. بحيث ان في رمضان الوقت اكبر قدر ممكن لازم نقضيه في العبادة والقرب من ربنا. علشان خاطر كده هنلاقينا ان احنا بعد ما نضفنا التنظيف العميق ده، الوقت اللي باقي بعد كده في رمضان هننضف كل حاجة من على الوش، بحيث ان احنا ما نتعبش نفسنا، ما نجهدش نفسنا، بحيث ان احنا ما نضيعش وقت كبير في التنظيف او الوقفة في المطبخ. انا كسيدة عاملة يعني بشتغل، فنص وقت تقريبا ما بكونش موجودة في البيت، فعشان خاطر كده لازم يكون البيت ده منظم ومرتب حتى وأنا مش موجودة فيه. حتى وأنا مش موجودة فيه. أنا داخلة رمضان شهر مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية أجمعين يا رب العالمين، بالورقة والقلم كده إيه اللي المفروض إنه 1 2 3 يتم. طبعا أنا داخلة شهر رمضان البيت متنظف تنظيف عميق جدا، مترتب، خضاري، حاجتي مترتبة، بحيث اني انا ما اتعبش لما ارجع من شغلي، اقدر اخلص الطبخة بتاعتي بسرعة، ما اجهدش نفسي علشان خاطر ومضيعش وقت كتير عشان خاطر وقت عبادة وقرب من ربنا. وطبعا بتتحسب الوقت في رمضان بأضعاف مضاعفة من الأيام العادية. بالورقة والقلم سواء أنا أو أولادي، طبعا أولادي عندهم سواء إذا كان دروس أو مذاكرات، لازم كل واحد فيهم ينظم وقته بحيث إنه يبقى عارف هو هيعمل إيه. طبعا أهم شيء الصلاة، ترتيب الوقت وتنظيمه بحيث إنه كلنا مع بعض نقدر نوفي التزامات البيت دوت ومسؤولياته. خلاص احنا نظفنا تنظيف عميق قبل كده ورتبنا ترتيب عميق جدا وداخلين شهر رمضان باستقباله، كل حاجة مترتبة ومتنظمة. ما نسيبش بقى الدنيا كده تبوظ برضو قبل العيد. لا، احنا نعمل ايه؟ المفروض ان احنا نرتب وننظم ونمسح اي تراب او اي حاجة من على الوش، وننظف من على الوش بحيث ان الحاجة تفضل نظيفة طول شهر رمضان. المسألة دي تاخد وقت بسيط جدا، مش تاخد طول النهار منك، لا، احنا هناخد وقت بسيط جدا نعمل فيه الحاجة دي بحيث ان احنا ما نتعبش وما نجهدش نفسنا بعد كده. لا، الحاجة نظيفة مترتبة وكانت قبل كده متنظفة تنظيف عميق. طبيعي كمان ان انا لو في امكانية اني اقدر اشتري لبس للولاد قبل العيد بتاعهم،
قبل رمضان أكون خلصت من الموضوع دي ومن القصة دي، وما أضيعش وقت كبير في إن أنا أنزل ألف على حاجة في ال10 أيام الأواخر اللي المفروض فيهم عبادات وقرب من ربنا. أنا لما هنزل أشتري الحاجة بتاعت رمضان، طبعا من قبل رمضان أنا هنزل هشتريها، سواء في يميش رمضان أو الحاجات اللي هي بتاعت رمضان. الحاجات دي كلها أنا بشوف أنا أولادي بيحبوا إيه وأنا بحب إيه، فبشتري من الحاجة اللي أنا بحبها. أنا مش بشتري كل حاجة، مش بشتري كل حاجة المفروض كل حاجة تبقى موجودة في البيت وخلاص، لأ، أنا بشتري بس الحاجة اللي احنا بنحبها، وفي نفس الوقت ما بنشتريش كميات كبيرة منها، لأ، بشتري كمية على قد استخدامي، على قد الاستخدام بتاعي أنا والأولاد. دي حاجة كمان إنه حتى ملابس العيد لازم أشتريها، تبقى لو في إمكانية إن أنا أشتريها بشتريها قبل ما يدخل رمضان علينا، علشان خاطر ما نتزنقش في العشر الأواخر من رمضان، وقت العبادة، وإن احنا نقرب من ربنا ونستفاد ونستغل الوقت ده أكتر حاجة في العبادة والقرب من ربنا. لو في اي فلوس زيادة طبيعي احنا بنطلعها لله، احنا بنطلعها لله، او انه نروح بقى نشوف حد محتاج مثلا حاجة نجيبها له، نروح نعتمر بيها، مش هنروح نصرفها على الفاضي او هنضيعها في حاجات احنا بزيادة عندنا ممكن تترمى او ممكن تبوظ من كتر التخزين. طبيعي وقت ما انت هتنضفي هتطلعي كل الحاجة وكل الكراكيب وكل الحاجات اللي ملهاش لازمة، علشان خاطر دي مصدر طاقات سلبية في البيت كبيرة جدا. نضفي وقت ما تنضفي قبل رمضان، طلعي كل حاجة ممكن تسبب كركبة وحاجات ملهاش لازمة. شوفي انتي في لبسك، في لبس اولادك، في حاجتك، في حاجة اولادك، انتي حاجات ما بتستخدميهاش ما بتلبسيهاش، في غيرنا كتير ممكن يقدر يستفاد منها، وبتبقى الحاجة بشوكها، بتبقى الحاجة لسه جديدة، فاهميني ازاي؟ فيستفاد منها غيرنا، واحنا ما بنلبسهاش كده كده ومركونة ملهاش اي لازمة، طاقة سلبية موجودة وخلاص. وطبيعي طبعا انتي اهتميتي ببيتك واهتميتي بشغلك واهتميتي بنظافة البيت وتخزين الخضار طول شهر رمضان وتفريزه بحيث انه يبقى مجهز بس انه على الطبخة على طول، عشان الوقت وتوفير الوقت والجهد بتاعك. طبيعي ان انتي قبل كل ده تكوني اهتميتي بنفسك، انتي انه انتي تخلي بالك على نفسك، تشوفي لو انتي محتاجة حاجة تعمليها عشان خاطر صحتك، تروحي يبقى فيه نظافة بحيث ان يبقى شكلك حلو وكويس، علشان خاطر طبعا ال10 ايام الاواخر دول للعبادة زي ما اتفقنا، وبس مش هنقعد نجري بقى على بيوتي سنتر او اي حاجة عشان خاطر الدنيا تتظبط معانا. لا، احنا نظبط كل حاجة في الاول قبل دخول رمضان، عشان ده شهر عبادة وشهر صوم، وكل حاجة تبقى ماشية تمام، حتى في منظرك تبقى مهندمة ونظيفة وشكلك كويس ومقبول. اهتميتي بقى بكل دوت وخلاص داخلين ودخلنا في شهر رمضان. يا رب كل رمضان يكون خير وبركة على الجميع يا رب العالمين. خلي بالك من ان انتي يبقى ايديكي في البيت بشكل دوري. مش عايزه اقولك وقت بسيط، مش لازم ياخد وقت كتير، لكن انتي اصلا منظفه، لكن تنظيف من على الوش كده. شوفي راجعي الدروس بتاع اولادك ومذاكراتهم، راجعي وراهم، شوفي ايه اللي ممكن تعمليه، واستغلي كل وقت وفرصة كويسة ان انت تزودي عباداتك في رمضان، علشان خاطر طبعا بأضعاف مضاعفة اكتر من الايام العادية، وربنا يجعله شهر الخير والبركة على الناس اجمعين يا رب العالمين. ورمضان كريم على الأمة الإسلامية يا رب، وبيوت كلها خير وبركة وكلها سعادة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. للي ما يعرفنيش لسه، أنا مروة، خبير اجتماعي استشاري أسري، ودي قناتي بناقش فيها كل المواضيع الاجتماعية الخاصة بالبيت والأسرة والأولاد. ولأي استشارة أسرية تواصلوا معايا على رابط الانستجرام هتلاقوه في وصف الفيديو.